الفراعنة كان عندهم كمية حروب محدش كان يقدر يصدها، بس العقيدة المصرية اللي موجودة فينا من زمان هي اللي كانت واقفة قصاد كل ده، وهي اللي قدرت تبني الحضارة، خصوصا في الفترة بتاعة الأسرة 18 و 19 ووقت الملك رمسيس الثاني وقيامه بمعركة قادش في القرن 13 قبل الميلاد. وبعد كده الراجل ده قدر يقف ويقول للعالم كله أنا موجود وأنتوا شايفيني وعارفين إن أنا موجود. عمل معبد أبو سمبل، والمعبد ده لما اتعمل ما كانش معمول أصلا عشان الديانة ولا كان معمول عشان التعبد. المعبد ده وقتها كان بيقول وبيحط رسالة للعالم، كان بيوثق البطولات وبيوثق كل حاجة اتعملت خلال الحروب، وده يعتبر أول بروباجندا إعلامية اتعملت في التاريخ وأول حاجة استخدموها كإعلام عسكري في التاريخ. الراجل ده وقف وقال إحنا ما قدمناش حد وإحنا هنعمل اللي إحنا عاوزينه. وبعد كده توالت الحروب وكل حاجة اتعملت كان درس للتاريخ ودرس للبشرية، وكان يعرفوا إن الحرب بداية الحضارة.